بيبدأ المسلسل مع فيدان وياسمين، اتنين ستات ما يعرفوش بعض لكن جمعتهم الصدفة وبنشوفهم في عربية ومعاهم بنتين صغيرين وبيكونوا قلقانين ومتوترين وباين عليهم انهم واقعين في مصيبة كبيرة. وعشان نعرف حكايتهم وايه المصيبة اللي عرفتهم على بعض بنرجع بالزمن 3 أيام لورا وبنشوف فيدان وبتكون في مول ملابس في اسطنبول بعد ما هربت من جوزها روكتاي ومن معاملته العنيفة ليها، وبتنظف بنتها وبتغسل لها هدومها وبترجع تلبسها لها تاني، وبنشوف القلق والتوتر بيكونوا باينين عليها. وفي نفس المول بتكون ست تانية اسمها ياسمين وبنشوفها بتشتري فستان جديد لبنتها رنجن وبتكون مشغولة في الدفع. وهنا البنت بتفضل تتمشى في المول لحد ما بتوه، وبعدها بتشوف واحدة من بعيد لابسة شبه هدوم أمها بتروح وراها لحد ما بتخرج برا المول، وبتفضل ياسمين تدور عليها ومش بتلاقيها جوا المول. وفي الوقت ده بتخرج فيدان وبنتها من المول وبتتفاجئ برنجن وسط العربيات وخلاص هتعمل حادثة، وهنا فيدان بتجري عليها وبتنقذها في آخر لحظة. وبعدها ياسمين بتخرج من المول وبتشوف اللي حصل وبتشكر فيدان إنها أنقذت بنتها وبتسيبها وبتمشي. أما فيدان وبنتها فبيفضلوا قاعدين قدام المول وما عندهمش مكان يروحوه. وبعدها بنروح للضابط طبراك اللي بيكون شرطي في اسم التهريب وبنشوفه في اجتماع شغل ووالدته بتتصل عليه وبتطلب منه يجيب خليل ابن عمه معاه بكرة على العشاء، وطبراك بيقفل معاها وبيتصل عليه لكنه للأسف مش بيرد. وهنا بقى بنعرف إن خليل ده بيشتغل في أي حاجة شمال وما بيكونش فاضي يرد على طبراك لأنه بيكون بيهدد واحد بالقتل لو ما ادهوش فلوسه. وفي الوقت ده بيتصل عليه واحد وبيطلب منه يدور له على واحدة هربانة من جوزها ومعاها بنتها صغيرة وبيبعت له صورتهم. وهنا بنعرف إن الست دي تبقى فيدان وزينب بنتها. وبنرجع لقصر روتكاي جوزها وبنعرف إن هو اللي اتصل على خليل عشان يلاقي مراته اللي سابته وهربت من أسلوبه الوحش معاها لأنه كان بيعاملها بعنف. وبنشوفه بيأنب محمد اللي بيشتغل عنده لأنه ما شافش فيدان وهي بتهرب. أما ياسمين فبترجع على بيتها ومعاها بنتها، وهنا صدقي صاحب البيت بيطالبها بزيادة الإيجار، وطبعا ياسمين بتكون ظروفها وحشة ومش مكفية مصاريف بنتها وبتسيب بنتها مع إيتاي جارتها وبتمشي على شغلها تاني. وفي نفس الوقت ده بنشوف فيدان بتنام هي وبنتها في الشارع وبتفتكر عمايل جوزها ليها واللي خلتها تسيب القصر وتنام في الشارع. وهنا بقى بنشوف اتنين بيرخموا عليها وفيدان بتخاف منهم وبتاخد بنتها وبتجري بسرعة وبتفضل ماشية في الشوارع لحد ما بيطلع عليها النهار. وفي الوقت ده ياسمين بتكون في الباص وراجعة من الشغل وبتشوفها شايلة بنتها وماشية بيها وبتنزل بسرعة من الأتوبيس وبتجري عليها وبتقنعها تروح معاها على بيتها عشان ترتاح هي وبنتها. ولما بترجع البيت بتتفاجئ بإيتاي وبتعرفها إن بنتها رجليها انكسرت وهتروح تقعد معاها كام يوم، وللأسف مش هتعرف تقعد لها مع رنجن تاني. وبعد ما إيتاي بتمشي بنشوف ياسمين بتدخل لفيدان هدوم ليها وبنتها وبتطلب منها تغير هدومها وتروح لها على المطبخ. ولما بتخرج لها فيدان بنشوف ياسمين بتقدم لها أكل وبتطلب منها تاخد راحتها في البيت، كفاية إنها أنقذت بنتها. وهنا بقى فيدان بتحكي لها حكايتها وإن جوزها مات عشان كده أخدت بنتها ونزلت اسطنبول وإن بقالهم 10 أيام عايشين في الشارع، وده بيخلي ياسمين تتأثر جدا وبتطلب منها تفضل معاهم لحد ما تقدر تلاقي شغل. وبعدها بتدخل فيدان لأوضتها وبتريح جسمها لأول مرة من 10 أيام. وهنا بقى بترجع بالزمن وبتفتكر روتكاي وأول مرة شافته فيها لما صاحبتها زهرة ودتها عشان تشتغل عندهم في القصر خدامة. وبنشوف روتكاي من أول لحظة عينيه بتيجي عليها وهو بيعجب بيها لدرجة إنه بياخدها بنفسه وبيروح يعرفها على نريمان والدته. وبنشوف قد إيه فيدان كانت مبسوطة بشغلها الجديد وبالناس اللطاف اللي اتعرفت عليهم دول. لكن في اللحظة دي بتصحى زينب بنتها وبتكون مخضوضة وبتسأل والدتها إذا كانوا رجعوا تاني عند الوحش، لكن فيدان بتهديها وبتعرفها إنها عمرها ما هترجعها للمكان ده تاني. وبعدها بقى بتصحى ياسمين من النوم متأخر وبتشوف بنتها قاعدة مع زينب وبيلعبوا، وفيدان بتعرفها انهم فطروا وسايبين لها الفطار عشان تفطر. وهنا بقى ياسمين بتاخد بالها ان الكهرباء مقطوعة، ولما بتروح تشوفها بتعرف انها مقطوعة لانها ما دفعتش الفاتورة وبتكون مش عارفة هتعمل ايه، وعشان كده بتطلب من فيدان تخلي بالها من البنت وهي هتخرج تروح مشوار مهم. وطبعا بالنسبة لها فيدان نزلت لها من السما. وفي الوقت ده فيدان بتستغرب من معاملة ياسمين الطيبة ليها وبتفتكر معاملة نريمان اللي كانت كلها قسوة وعنف. وبعدها بنشوف ياسمين بتروح
والدها اللي بتكون بقالها 6 سنين ما شافتهوش، وبتطلب منه يساعدها ماديا لأن ظروفها وحشة جدا، لكنه بيرفض يديها فلوس وبيتخانق معاها لأنه زمان كان رافض جوازها ده، وكان رافض برضه إنها تسيب البيت بعد موت جوزها، لكنها أصرت وسابتهم وراحت عاشت لوحدها، وعشان كده مش هيساعدها لو شافها بتشحت. وبتمشي ياسمين من عنده وبتكون ندمانة إنها راحت له وطلبت منه المساعدة، وبعد ما بتمشي من عنده بتروح على محل الدهب عشان تبيع دبلتها وتمشي حالها بيها. وفي الوقت ده بنروح للقسم وبنشوف توبارك بيكون قابض على 2 من مهربين الآثار وبيحقق معاهم في تهمة تهريب قطع أثرية مهمة، وهنا بقى المتهمين بيعرفوه إنهم بيشتغلوا لحساب راجل تاني غني جدا وإنهم عبد المأمور، وطبعا الراجل ده رودكاي واللي في الوقت ده بيكون بيشتري عقد أثري غالي جدا. وبعدها بنرجع لفيدان وبنشوفها وهي قاعدة سرحانة وبترجع بالزمن وبتفتكر رودكاي وإزاي كان معجب بيها لدرجة إنه كان بيقعدها جنبه وهو بيقرأ عشان بس يبص عليها، وده طبعا بيضايق نريمان جدا لأنه مقعد الخدامة جنبه. ومش بس كده، ده كمان بيبعت لها كتب غالية جدا كهدية، وبنشوفه كمان بيدافع عنها قدام والدته وبيعرفها إنها مش صح تعملها كده، وإنها حتى لو خدامة فهي بني آدمة في الأول وفي الآخر. وطبعا ده بيضايق والدته جدا لأنها ملاحظة مدى اهتمام ابنها بالبنت اللي هي مش من مستواهم، وعشان كده بتبعت لفيدان وبتعرفها إنها فاهمة ألعابها دي كويس قوي وإنها هتقدر تفهم حتى النفس اللي بتتنفسه، وبتقول لها ما تتعبش نفسها لأنها مش هتسمح لها تنفذ اللي بتفكر فيه ده أبدا. وهنا بنشوف فيدان بتخاف من أسلوب نريمان الصارم ده، وفي الوقت ده بتوصل ياسمين وبتشوف فيدان وبيكون باين عليها الحزن، وبتعرفها إنها هتنزل تروح شغلها اللي بالليل وإنها دفعت إيصال الكهرباء وهيشتغل كمان شوية. وبنشوف ياسمين كمان بتكون زعلانة لأنها باعت دبلة جوزها، وبعدها بتسيب فيدان مع البنات وبتروح على شغلها، وطبعا الكهرباء بتكون لسه مقطوعة. ولما بتوصل شغلها في شركة الاتصالات بتشوف صاحبتها إلي بتدور على عنوان حد على كمبيوتر الشركة، وبنعرف إنها بتدور على فيدان لأن حبيبها بيكون شغال مع خليل، وللأسف بتوصل لعنوانها وبتبلغوا بيه. أما ياسمين في الوقت ده فبيتصل عليها سنان جار والدها وبيعرفها إن والدها في المستشفى، وبتسيب الشغل وبتجري عليه. وهناك بقى بتعرف إن جات له جلطة وإنه مش هيقدر يحرك إيديه ورجليه الشمال تاني، وعشان كده مش هيقدر يعيش لوحده تاني بعد النهاردة. وده طبعا بيخلي حسابات ياسمين كلها تتلخبط، وخصوصا لما بتعرف ان ابوها باع البيت والدكان اللي كانوا حيلته. اما فيدان في الوقت ده فبتكون في بيت ياسمين وبتستعيد ذكرياتها وبتفتكر اليوم اللي رودكاي جاب لها فيه فستان جديد، وان لما نريمان شافته كانت مستاءة جدا واتكلمت مع ابنها باسلوب وحش قدام الخادمات وبتعرفه انه ما يصحش يجيب فستان غالي كده الخدامة. وبتفتكر ان نريمان بالليل بعتت لها زهرة وطلبت منها تسيب البيت وبتمشي، وبنشوف فيدان قد ايه كانت حزينة لانها ملهاش مكان تروح له بعد موت أهلها، وفضلت الليل كله تعيط. وبتفتكر تاني يوم الصبح لما لمت هدومها وكانت ماشية، وهنا بيقابلها رودكاي وبيطلب منها ما تسيبش البيت وتمشي، وبيروح لنريمان وبيتخانق معاها لأنها عاوزة تطرد فيدان من البيت، وبيعرفها إنه مش هيسيبها تمشي وإنه هيحميها لحد آخر نفس في حياته زي ما حمى أمه قبل كده وخلصها من ظلم والده. وده بيخلي نريمان تستغرب من اهتمامه الغريب بالخدامة دي لدرجة إنه بيقارنها بوالدته. ومش بس كده، ده كمان بيروح لفيدان وبيطلب منها يتجوزها. وهنا بقى فيدان بتفوق من ذكرياتها على اتصال من ياسمين وبتطمن عليهم وبتعرفها انها هتتأخر بره ومش هترجع دلوقتي، لكن بنتها رنجن بتفضل تعيط وبتكون عاوزة تروح حفلة عيد ميلاد صاحبتها، وده بيخلي ياسمين تسيب سنان مع والدها في المستشفى وتاخد عربيته عشان ترجع لبيتها. لكن للأسف خليل بيوصل لبيت ياسمين قبلها وبيتصل على بولانت مدير رودكاي وبيعرفه انه وصل للبيت اللي فيدان موجودة فيه. وفي الوقت ده بنشوف فيدان بتفتكر اليوم اللي رودكاي اتجوزها فيه وكان جايب لها فستان غالي جدا، وحبس نريمان في اوضتها لانها كانت رافضه الجوازه دي. وبتفتكر اللحظه اللي بعد كتب الكتاب لما دخلوا اوضتهم وبقت مراته رسمي، وانه من اللحظه دي بدا يعاملها بعنف لدرجه انه بيضربها ليله فرحهم لانها لبست عقد لولي لقيته في الاوضه، وبيعرفها التعليمات هي ان نريمان هي بس اللي مسموح لها تلبس لولي. وبعد ما بيضربها بيروح لوالدته بيفتح باب اوضتها وبيترمي
بيترمي في حضنها وهو بيعيط وباين عليه إنه مش طبيعي. وفي اللحظة دي بنرجع بالزمن وبنشوف زينب بتفوق والدتها وبتعرفها إن رينجن لبست هدومها وخرجت لوحدها، وفيدان بتقوم بسرعة وبتنزل ورا البنت. وهنا بيقابلهم خليل وبيخطف رينجن وبيطلب من فيدان تركب معاه في العربية. وهنا فيدان بتخاف لما بتشوف معاه مسدس وبتركب معاه ومعاها البنات. ولحسن حظهم بتوصل ياسمين وبتشوفهم هما بيركبوا العربية وبتروح وراهم. وفي الوقت ده خليل بيقف بالعربية وبيطلب منها تنزل رينجن لأنه عاوزها هي وبنتها بس، وبينزل من العربية وبيشد رينجن عشان ينزلها. وفي الوقت ده بتيجي ياسمين وبتكون منهارة على بنتها وبتضربه بخشب على دماغه وبيموت. وفيدان بترفض إنهم يبلغوا البوليس وبتهدي ياسمين وبياخدوه وبيحفروا وبيدفنوه. وفي الوقت ده بيكون براك ابن عمه بيتصل عليه. أما ياسمين وفيدان فبعد ما بيخلصوا دفن بيرجعوا تاني للعربية في نفس المشهد اللي شفناه في الأول، وباين عليهم التوتر والقلق، وبياخدوا بناتهم وبيرجعوا على بيت ياسمين بعد ما جمعتهم الصدفة في جريمة واحدة هتربطهم العمر كله. وبيغيروا هدومهم وهدوم البنات اللي بيكونوا مليانين بالنزيف. وبنشوف ياسمين منهارة ومتوترة وبتزعق في فيدان لأنها السبب في كل اللي بيحصل لهم ده. أما فيدان فبتكون هادية وبتفكر بعقل وبتلم هدومهم كلها وبتطلب من ياسمين يروحوا ويتخلصوا منهم، وبينضفوا العربية كمان عشان محدش يكشفهم. وفي الطريق فيدان بتعرفها كمان إنهم لازم ينضفوا عربية الراجل اللي مات عشان الشرطة ما تقدرش توصل لهم. وبنشوف ياسمين مستغربة من معرفة فيدان للحاجات دي كلها. طبعا ياسمين ما تعرفش العنف اللي فيدان اتعرضت له من روتكاي. وهنا بقى ياسمين وفيدان بيتصدموا لما بيروحوا عند الجسر مش بيلاقوا عربية المجني عليه هناك، وبعدها بيغسلوا عربيتهم وبيحرقوا الهدوم وبيرجعوا على البيت وبياخدوا البنات بسرعة وبيروحوا على بيت توفيق والد ياسمين. وفي الوقت ده ياسمين بتتصدم ان تليفون الراجل مع فيدان وبيرن كمان لانهم ممكن يوصلوا لهم عن طريقه. وفي الوقت ده بنشوف روتكاي بيطلب من بولانت يروح للعنوان اللي بعته له خليل ويشوف ايه اللي حصل. ولما بيوصل بولانت هناك بيقابل إيتاي وبيسألها عن واحدة ساكنة معاهم اسمها فيدان، لكن إيتاي بتعرفه إن مفيش حد عندهم بالاسم ده وإنها ممكن تكون الست اللي قاعدة مع ياسمين، وبتسيبه وبتمشي. وطبعا بولانت بيبلغ روتكاي إنها عايشة مع واحدة اسمها ياسمين. وبعدها إيتاي بتتصل على ياسمين وبتعرفها إن في حد سأل على صاحبتها وبتقول لها إن الست دي شكلها وراها مصيبة كبيرة. وهنا بقى ياسمين بتتعصب على فيدان لأنها حاطتها في مشاكل هي مش قدها، وبتعرفها إنها أكيد هربانة من جوزها يا إما خلصت عليه. وهنا بقى فيدان بتعري لها ظهرها وبتوريها آثار العنف اللي عليه، وده بيصدم ياسمين وبتاخد بنتها عشان توديها عند إيتاي قبل ما تروح شغلها. وطبعا ما بقتش واثقة في فيدان بعد اللي حصل. وبعد ما بتمشي بنشوف فيدان بترجع بذاكرتها وبتفتكر نريمان وإزاي بعد جوازها من ابنها كانت بتذلها وبتقول لها إنها هتفضل خدامة لحد ما هي تموت. أما ياسمين فبتتفاجئ وهي رايحة شغلها بواحد بينادي عليها وبيعرفها إن روتكاي جوز فيدان، وبيقول لها إنه جاي عشان يحذرها من فيدان لأنها ست خطيرة جدا وبتاخد أدوية نفسية وبتخليها مش في وعيها وبيجي لها نوبات صرع. وبعدها بقى بيفجر لها المفاجأة الكبيرة وهي إن فيدان أنهت حياة والدته وبعدها هربت. وطبعا ياسمين مصدومة ومش بتكون قادرة تنطق. وهنا بقى روتكاي بيعرفها انه مش عاوز يبلغ عنها البوليس لانها مهما كانت ام بنته ومش عاوز البنت تتبهدل، وعشان كده مش طالب منها غير انها ترجع له هي وبنتها ويعيشوا مع بعض وينسوا اللي فات. وده بيخلي ياسمين تستغرب ازاي عاوز يعيش معاها وينسوا اللي فات بعد ما انهت حياة والدته. وهنا بقى بتفتكر ظهر فيدان واثر الضرب اللي عليه وما بتكونش عارفة تصدق مين فيهم، وبتطلب منه يديلها فرصة تتكلم مع فيدان وتعرف منها اذا كانت عاوزة ترجع له تاني ولا لا. وهنا بقى روتكاي وشه بيتحول وبيهددها ببنتها لو اتدخلت في المسائل العائلية بينه وبين مراته. وياسمين بتسيبه وبتدخل على شغلها وبتفضل تتصل على فيدان عشان تحذرها منه لكنها للأسف مش بترد عليها. وهنا بقى ياسمين بتدخل على كمبيوتر الشغل وبتدخل عليه رقم الراجل اللي مات وبتعرف ان اسمه خليل. وفي الوقت ده بنشوف فيدان بتدور على مفتاح شقة توفيق عشان تخرج منها هي وبنتها لأنها اكتشفت ان ياسمين قفلت عليهم. وأخيرا بتلاقي المفتاح وبتاخد بنتها وبتمشي ومش بتكون عارفة هتروح على فين. وهنا بترجع بالزمن 5 سنين لورا وبتفتكر اليوم لما كانت حامل في بنتها وقررت انها تهرب من القصر وتنقذ نفسها وبنتها من العنف اللي بتتعرض له، لكنها بتتراجع تاني لانها ملهاش مكان تروح له وعشان كده رجعت للظلم تاني. لكن المرة دي بتقرر انها تاخد بنتها وتمشي وتنقذ نفسها. اما المحقق طبوراك في الوقت ده فبيروح لبيت خليل عشان يدور عليه وطبعا مش بيلاقيه. وبعدها ياسمين بترجع
بترجع للبيت وبتتفاجئ إن فيدان خدت بنتها ومشيت. أما فيدان وبنتها المسكينة فبيكونوا نايمين في الشارع، وبنشوف فيدان بتفتكر لما كانت عايشة مع رودكاي وإزاي كان بيحرمها من بنتها وبيبعدها عن حضنها، وعشان كده مش بيكون هاممها إنها تنام في الشارع مادام بنتها في حضنها. وفي الوقت ده في الاسم بنشوف توبوراك بيكون قالب الدنيا على ابن عمه، وبعدها بيكمل تحقيق مع الاتنين مهربين الآثار وبيعرفوه بالوسيط اللي ما بينهم وبين الراجل الكبير ده، وإن الوسيط ده بيكون اسمه أركان وإنهم يعرفوا شكله كويس جدا. أما ياسمين في الوقت ده فبتاخد بنتها وبتروح لوالدها المستشفى وبتاخده مع سنان عشان يرجعوا البيت، وهنا سنان بيلاحظ إنها غسلت العربية من جوه، لكن ياسمين بتفهمه إنها غسلتها لأنها بهدلتها جامد. وبعد ما بيروحوا بنشوف ياسمين بتعرف والدها إنها مش هتقدر تروح الشغل وتسيبه لوحده، وده لأنه ما بيقدرش يتحرك. وطبعا والدها مش بيكون عاجبه إنها تعيش معاه. ولما ياسمين بتدخل عشان تنايم بنتها وبتتفاجئ ببنتها بتحكي لها عن الوحش اللي في بيت زينب واللي كان بيأذيها هي وفيدان دايما، وبتوري لها الصور اللي زينب رسمتها لوالدتها والوحش ده بيضربها، وده بيخلي ياسمين تقلق عليها. أما فيدان وبنتها المسكينة فبيكونوا لسه عايشين في الشوارع وبيروحوا من مكان لمكان تاني عشان يستخبوا من كلاب الليل. وفي الوقت ده ياسمين بتقرر إنها تنزل بالعربية وتلف في الشوارع لحد ما تلاقي فيدان وبنتها، وفعلا بتلاقيها نايمة هي وبنتها في الشارع، وبتقعد تحكي معاها عن السبب اللي خلاها تسيب البيت وتمشي، وبتعرفها إنها قابلت جوزها وقال لها إنها مريضة وبتاخد أدوية نفسية وإنها كمان خلصت على والدته. وهنا بنشوف فيدان بتنهار من العياط وبتخرج عن صمتها وبتعرفها إن رودكاي ده شخص مريض وإنها كانت خدامة عندهم، واستغربت لما عرض عليها يتجوزها بسرعة رهيبة وبدون موافقة والدته كمان، وإنه بدأ يعتدي عليها من يوم فرحهم وكان بيعاملها معاملة وحشة هو ووالدته. مع ذلك كانت عايشة وساكتة لأن ملهاش مكان تاني تروح له، لحد ما في يوم فضل يعتدي عليها وزينب شافتهم وقتها هجمت على رودكاي وفضلت تضرب فيه. وهنا بقى رودكاي زقها وقعها على الأرض، وده بيخلي فيدان تتجنن وتفضل تعتدي عليه بالضرب انتقاما لبنتها. ومن اللحظة دي فيدان قررت إنها تسيب القصر وتهرب وما تسمحش لرودكاي إنه يعمل في بنتها نفس اللي بيعمله فيها. وبعدها بتحكي لها إنه من حوالي أسبوع فات حطت منوم للحرس بتاع القصر وسرقت المفاتيح منه، وحطت لحمة كمان للكلب بتاع جوزها وخدت بنتها وهربت وجت على اسطنبول. وهنا بقى بنشوف ياسمين معجبة جدا باللي عملته فيدان وإزاي قدرت إنها تحمي بنتها من الراجل ده، وبتطلب منها إنها تروح معاها على بيت والدها يعيشوا سوا بدل قعدتها في الشارع دي، وبتاخدها وبيروحوا على البيت. وبعد ما بيدخلوا البيت ياسمين بتتفاجئ إنها نسيت تليفونها في العربية، ولما بتنزل بتتفاجئ بواحد بيعرفها إنه الشرطي واسمه طوبارك وإنه بيدور على ابن عمه اللي اسمه خليل، وبيوري لها صورته. وطبعا ياسمين بتعرف إن نفس الشخص اللي أنهت حياته هي وفيدان، وبنشوفها بتتوتر وبتقوله إنها ما تعرفش حد بالاسم ده وبترجع على البيت بسرعة. أما نريمان فبنعرف إنها لسه عايشة وبتتخانق مع رودكاي عشان بيدور على الست اللي حاولت تنهي حياة والدته وعاوز يرجعها للبيت تاني بعد ما خلاص ارتاحوا منها ومن الشؤم اللي جابته معاها للقصر. وفي الوقت ده بنشوف ياسمين بتطلع لصاحبتها وهي منهارة وبتعرفها إن في شرطي كان بيدور على الراجل اللي خلصوا عليه، وبتعرفها إن اسمه خليل، وبيفهموا إنهم بيدوروا عليه في المنطقة دي لأنهم اتعقبوا تليفونه وعرفوا إنه كان موجود في المكان ده. وفيدان بتوعد ياسمين إنهم هيخرجوا من المصيبة دي زي ما دخلوا فيها. وتاني يوم الصبح بتصحى فيدان وبتفطر مع البنات وبتحضر الفطار لتوفيق، لكنه بيرفض ياكل من إيديها وبيطلب منها تسيب البيت وتمشي. وهنا بتصحى ياسمين وبتعرفه إن دي واحدة جايبها له عشان تفضل معاه وتهتم بيه لأنها بتنزل شغلها، لكن والدها مش بيكون طايقها ولا طايق فيدان أصلا. وفي الوقت ده بيخبط على الباب عامل السوبر ماركت وبيطالبهم بالديون اللي على توفيق اللي بقالها 3 شهور. وطبعا ياسمين مش بتكون ناقصة ديون والدها كمان ولازم ترجع تشتغل تاني. وبعدها بنروح على القسم وبنشوف سميح وده يبقى المساعد بتاع الشرطي طوبارك، وبيعرفوا إنهم لقوا عربية مسروقة بنفس مواصفات عربية خليل وبيروحوا عشان يعينوها. وطوبارك بيتأكد فعلا إنها عربية خليل، لكن يا ترى خليل فين وإيه اللي وداها عند الجسر؟ وكل دي أسئلة طوبارك عاوز إجابات ليها. وبنرجع تاني لبيت ياسمين وبنسمع الباب بيخبط، ولما بتفتح بتتفاجئ برودكاي ومعاه بولانت وبيطلب منها تديله مراته عشان يمشي على طول، لكن ياسمين بترفض وبتطلب منه يمشي.
وهنا بتتصدم إنهم بيزقوها وبيدخلوا وبيقفلوا الباب، وده بيخلي فيدان تترعب لما بتشوفهم وبتحضن بنتها وهي خايفة من روتكاي، وبنشوفه بكل هدوء بيطلب من مراته تروح معاه، وطبعا فيدان ما بتكونش عندها الجرأة إنها ترفض طلبه، وبنشوف ياسمين بتفضل تشجعها إنها ما تروحش معاه وترفض ده، وفعلا لأول مرة فيدان بتواجه جوزها وبتعرفه إنها مش عاوزاه، والحقيقة إن ردها ده بيخليه يتجنن وبيفضل يكسر في البيت. وهنا توفيق بيطلب من بنته إنها تتصل بالبوليس، وده بيخلي روتكاي ياخد مديره معاه ويمشي، وبيسيب البيت كله مرعوب من تصرفاته المريبة. وياسمين بتحاول تهدي صاحبتها وبتعرفها إنهم بخير وإنها تشوف لها محامي تطلقها منه وتفضل معاها وتشتغل وتربي بنتها بعيد عن الشخص المريض ده. وبعدها بقى بنشوف توفيق بينادي على بنته وبيطلب منها إنها تمشي الست دي من البيت لأنها هتجيب لها المصايب لحد عندها، وياسمين بتحاول تهديه وبتقوله إنها كلها كام يوم بس وهتمشي، لكن توفيق بيكون متأكد إن فيدان ماسكة زل على بنته عشان كده مش قادرة إنها تمشيها. أما توبراك في الوقت ده فبيروح للمكان اللي كانت فيه عربية خليل عند الجسر، وهناك بيتفاجئ بمسمار مرمي على الأرض وعليه بقعة نزيف. هو بيطلب من سميح يحط المسمار ده في كيس، وبعدها بيجيب تسجيلات الكاميرات اللي على الطريق، وبعدها بنشوف روتكاي بيرجع لوالدته وإيديه بتكون مجروحة وبيطمنها إنه بخير، وبيكون جايب لها عقد لولي وبيعرفها إن لولي ما بيلاش على حد غيرها وإنها أهم وأغلى واحدة عنده في الدنيا ومش ممكن يحب حد أكتر منها. ومش معنى إنه عاوز يرجع فيدان فمعنى كده إنه بيحبها، بالعكس هو عاوز يرجعها عشان يذلها مش أكتر. وبنلاحظ إن علاقته بوالدته غريبة جدا وبيكون قدامها زي الطفل الصغير. وفي الوقت ده الشرطة بتستدعي سنان وبيعرفوا إن عربيته كانت ماشية ورا عربية خليل بقالها كام يوم، وهنا سنان بيفهم إن ياسمين هي اللي كانت مراقباها، وبيعرف الشرطة إنه كان في المستشفى في اليوم ده وعنده شهود على كلامه. أما بالنسبة للعربية فبيقول لهم إنها اتسرقت منه ومفضيش إنه يقدم بلاغ بالسرقة وإنه أصلا ما يعرفش اللي اسمه خليل ده، وطبعا توبراك ما بيصدقش كلامه، وسنان بيخرج من الاسم وبيروح على ياسمين وبيعرفها اللي حصل وبيسألها عن خليل ده وإيه علاقتها بيه، وطبعا ياسمين بتنكر كل حاجة ومش بترضى تحكي له. وبعدها بتروح جري على فيدان وبتحكي لها اللي حصل، وبيفضلوا يفكروا هيعملوا إيه في المصيبة دي. وهنا بيسمعوا صوت حد بيحدف طوب على الشباك بتاعهم، ولما ياسمين بتنزله بتعرف إنه ليه فلوس عند أبوها وبتفضل تتخانق معاه لحد ما بتيجي الشرطة وبتاخدهم هما الاتنين. وفي الاسم توبراك لما بيشوف ياسمين بيفتكر إنه شافها قبل كده وبيروح عشان يعرف فيه إيه، وهنا بقى تعابير وشه بتتغير لما بيعرف إن والدها صاحب نيزاك وده المطعم اللي سنان قاله إنه كان بيشتغل فيه، وبيخرج وبيسيبهم. وبعدها بنشوف ياسمين بتتصالح مع الراجل ده. أما توبراك في الوقت ده فبتجيله إخبارية بمكان أركان الوسيط في قضية الآثار وبيروح عشان يقبض عليه، ولما بيرجع بتكون ياسمين لسه موجودة وبيزعق للعساكر عشان يخلصوا لها محضرها وتمشي، وشكله كده معجب بيها قوي، وفعلا بيخلصوا لها ورقها وبترجع فورا على البيت وبتطلب من فيدان ياخدوا البنات ويخرجوا يشموا هوا، لكن فيدان بترفض انها تخرج وبتخرج ياسمين مع بنتها. وفي الوقت ده بنشوف بولانت بيروح لروتكاي وبيعرفوا ان ياسمين هي اللي كانت في العربية اللي كانت ماشية ورا عربية خليل، وطبعا الخبر ده بيفرح روتكاي جدا. وبعدها بيروح وبيقابل ياسمين في الجنينة وبيوري لها الفيديو وبيعرفها إنها لو ادت له مراته هيمسح الفيديو ده وهتعيش في أمان مع بنتها، وطبعا لو رفضت تديها له هتكون عارفة مصيرها إيه مع الشرطة. وياسمين شكلها كده قررت إنها تبعد عن الشر وتغني له، وبترجع للبيت ومعاها توقار وبتديله فيدان وزينب في وسط صدمة من الكل. وبترجع فيدان معاها على القصر وبتتفاجئ إنه مركب لها كاميرات في الجنينة كلها وجوه القصر كمان، وبعدها بياخد منها التليفون وبيوديها تسلم على نريمان. وبنشوف سعادة روتكاي بيرجعهم زي الطفل اللي بيرجع لحضن أمه بعد غياب وما تصدقش أبدا إنه ممكن يأذيهم، وبيكون محضر هدايا كتير لبنته زينب. أما فيدان فبيكون جايب لها فستان جديد وشكله غالي جدا، وبعد ما بتلبسه بيحضنها وهو بيعيط لأنه ما يقدرش يعيش في الدنيا دي من غيرها. لكن في مقابل حنيته دي كلها بنشوف فيدان خايفة جدا وبتعيط وهي مرعوبة منه. أما ياسمين فبتكون حاسة بالذنب لأنها سلمتها للشخص اللي بيأذيها بإيديها. وفي الوقت ده بنروح للقسم وبنشوف توبارك وسميح بيستجوبوا أركان في قضية تهريب الآثار، لكنه للأسف بيرفض يتكلم ويقول بيشتغل لحساب مين. وهنا بقى بنشوف ياسمين بتحلم بفيدان رايحة لها وهدومها كلها متغرقة نزيف وبتقول لها إنها السبب في اللي حصل لها، وده طبعا لأن ياسمين بتكون حاسة بالذنب ناحيتها ومتأكدة إن جوزها هيأذيها.
أما بولانت فبيروح لتوكار وبيعرفوا إن أركان اتقبض عليه ومش عارفين دلوقتي هيوصلوا البضاعة بتاعتهم عن طريق مين. وهنا بقى رودكاي بيعرفوا إنه عنده البديل. وبعدها بنشوف بولانت بيروح لياسمين وبيعرفها إن في عربية مستنياها تحت عشان توديها لرودكاي لأنه عاوزها في موضوع مهم عشان يحذف الفيديو. وطبعا ياسمين بتفهم إنه هيفضل يبتزها بموضوع الفيديو ده كتير، وطبعا لازم تروح غصب عنها بدل ما يبلغ عنها. وبتسيب سنان قاعد مع والدها وبتعرفهم إنها تجيب متعلقاتها من شركة الاتصالات وترجع حالا. وفي الوقت ده بنروح للقسم وبنشوف توبارك وسميح بيكملوا التحقيق مع أركان اللي ساكت ومبيتكلمش ومش بيكون عاوز يقول لهم هو بيشتغل لحساب مين. وهنا بقى توبراك بيعرفوا إنهم لقوا قطعة أثرية في بيت خطيبته وإنها تتسجن بتهمة تهريب آثار الدولة، وده بيخلي أركان يخرج عن صمته وبيعرفوا إن رودكاي هو اللي بيهرب آثار وإنه بيشتغل لحسابه. وهنا بقى توبراك بيفرح جدا وبيجري على مديره وبيعرفوا إن القضية كده خلصت وإنه هيروح يقبض على رودكاي. لكن رد فعل مدير الأمن بيكون غريب جدا وبيعرف توبراك إن رودكاي ده شخصية كبيرة في البلد وما ينفعش يروح يحقق معاه كده عادي، وبيطلب منه يسيب له القضية وهو هيتصرف. والصدمة بقى إن المدير الأمن بيتصل بنفسه على بولانت وبيعرفوا إن أركان اتكلم واعترف على رودكاي وبيبلغوا إنه هيحل كل حاجة بنفسه ومش عاوزهم يقلقوا. وفي الوقت ده بتوصل ياسمين لقصر رودكاي وبتشوف فيدان لما بتشوفها بتبص الناحية التانية. وبعدها بتدخل ياسمين مع رودكاي أوضة المكتب وبيعرفها إنه عاوزها تسافر بلد تانية تودي عقد أثري الواحد هناك وترجع على طول. لكن ياسمين بترفض إنها تشتغل في تهريب آثار بلدها وبتقوله إنها بكده مسكت عليه زلة، ولو بلغ عنها البوليس بالفيديو اللي معاه وقتها هي كمان هتبلغ عنه إنه بيهرب آثار. وبتسيبه وبتمشي وبتروح لفيدان أوضتها وبتعتذر لها لأنها سلمتها ليه وبتعمل معاها خطة عشان تهربها منه، وبتقول لها إنها هتعمل نفسها عيانة وتفضل تصرخ لحد ما يطلب لها الإسعاف، وفي الوقت ده هتكون مستنياها بره وتهربها. لكن فيدان بترفض لأنهم عندهم دكتور خاص وموجود معاها دايما، وياسمين بتقول لها تجرب وتفضل تصرخ حتى في وجود الدكتور الخاص وهتجرب يا نجحت يا فشلت. وهنا بقى بيجي رودكاي وبيطرد ياسمين بره القصر. وبعدها بنروح للضابط توبارك اللي بيكون مصمم يعرف كل حاجة عن رودكاي، وهو بيقلب على الانترنت بيعرف انه رايح حفلة خيرية الليلة دي وبيقرر انه هيروح عشان يتعرف عليه اكتر. وبعدها بنرجع تاني للقصر وفيدان بتسأل جوزها عن السبب اللي خلى ياسمين تيجي القصر. وهنا بقى رودكاي بيعرفها انها كانت رايحة له عشان تطالبه بالفلوس اكلهم وشربهم في الفترة اللي قعدوها عندها، وطبعا فيدان مش بتصدقه. وفي الوقت ده بيجي الكوافير اللي هيعمل لها شعرها عشان تروح مع جوزها الحفلة الخيرية، وطبعا بيعرفوا انه هيعمل لها تسريحة نريمان وهي صغيرة. وفي الوقت ده بتكون ياسمين راجعة للبيت وبيقابلها الضابط توبارك وبيسألها عن خليل، وهنا بقى بتقوله انها ما تعرفوش وانها ما شافتهوش غير مرة واحدة. لكن توبارك بياخد باله انها بتكذب لانها قبل كده قالت انها ما شافتهوش خالص، وشكله كده هيبدأ يشك فيها. اما المجنون رودكاي فبيدخل على مراته وبيشوف ان الكوافير اللي زهرة جابته لها راجل، وهنا بقى بيتعصب عليها وبيطرد الراجل ده بره وبيقول لها ما تسمحش لأي راجل تاني انه يلمسها مهما كان، وبيطلب منها تغسل شعرها فورا. وفي الوقت ده ياسمين بتتفاجئ بالشرطة بتخبط عليها والضابط توبارك بيقبض عليها بتهمة إنهاء حياة خليل ابن عمه. لكننا بنتفاجئ إنها بتحلم وبتقوم مفزوعة وبتشوف بنتها نايمة وشكلها سخنة جدا ومريضة، وياسمين بتكون مش عارفة هتتصرف إزاي وبتتصل على سنان لكن للأسف الخط بتاعها توقف بسبب الديون اللي عليه. وبعدها بنروح للحفلة الخيرية وبنشوف رودكاي ومراته بيوصلوا وسط ترقب من الكل بما إنه شخصية عامة ومهمة، وبنشوف كل اللي في الحفلة بيحسدوها على جوازها منه وإنها فازت بأهم راجل في البلد. وهنا بيوصل توبارك للحفلة وفي نفس الوقت ده بتوصل ياسمين للمستشفى ومعاها بنتها وسنان. وهنا بقى بتشوف رجل بنتها متعورة بسبب جزمتها اللي ضيقت عليها ولسه كمان مصاريف المستشفى والعلاج، وكل دي مصاريف وهي مش مستحملة. وبعدها بنرجع للحفلة وبنشوف رودكاي بياخد باله إنه توبارك بيسأل عنه وعشان كده بيطلب منه يتكلم معاه، وتوبراك بيعرفه إنه ظابط ومعجب بيه بس مش أكتر وعاوز يعرف عنه شوية معلومات. وهنا توبراك بيسأله ازاي واحد غني زيه وابن بشوات يقبل على نفسه انه يبيع آثار البلد لدولة تانية عشان شوية فلوس. وهنا بقى بنشوف رودكاي بيتعصب جدا وبيسيبه وبيمشي وبياخد مراته وبيمشي من الحفلة فورا وبيقول لبلانت ان موضوع أركان ده لازم يتقفل في أسرع وقت. وفي الوقت ده ياسمين بترجع مع بنتها للبيت وبتعرف والدها ان سنان هو اللي دفع لهم مصاريف المستشفى وجاب العلاج للبنت وانها ما بقتش عارفة تعمل ايه ولسه وراها كمان ديون والدها وعلاجه
ومصاريف البيت وما بقتش عارفة تتصرف خلاص. أما فيدان وجوزها فبمجرد ما بيرجعوا البيت بيطلب منها من هنا ورايح تنام معاه في أوضته، ولما بتدخل الأوضة بتكون مرعوبة منه، ولما بيقرب منها بيعرفها إنه شافها وهي بتبص على الرجالة وإنه حذرها قبل كده من نظراتها دي بتحسسه بالنقص، وبنشوفه بيرميلها مخدة على الأرض وبيأمرها تنام على الأرض. وفي الوقت ده بتفتكر خطتها مع ياسمين وبتفضل تصرخ بأعلى صوت وبتمسك بطنها، وده بيخلي رودكاي يتوتر ويطلب الإسعاف، والخطة بتكون ماشية زي ما رسموها بالظبط، لكن للأسف ياسمين ما بتجيش، وبنشوف فيدان بتفقد الأمل في إنها تهرب. أما في الاسم فبيوصل طبراك وسميح بيعرفوا إن في حد خلص على أركان جوه الزنزانة، وهنا بقى بيكون متأكد إن رودكاي هو اللي عمل كده، وبيطل المدير وبيعرفوا إن رجالة رودكاي خلصوا على أركان، لكنه بيتفاجئ إن المدير بيدافع عن رودكاي وبيتهم الضابط بإنه السبب لأنه عمال ينخر في الموضوع. وفي الوقت ده بنروح للقصر وبنشوف نريمان بتجيب جناين جديد وبتعرفوا إن في أعشاب ضارة جوه القصر، وإن لو قدر يقلعها ويرميها بره القصر هتديله اللي هو عاوزه. وطبعا مصطفى الجنايني ده مش بيكون فاهم هي تقصد ايه. وتعالوا بعدها نروح لياسمين وبنشوفها بتروح مقابلة شغل، لكنها للأسف بترفض الشغل وبتخرج من عندهم وهي مش عارفة هتتصرف ازاي. وهنا بقى بيزود الضغط عليها صاحب البيت اللي عايش فيه والدها وبيطلب منها تبعتله الإيجار المتأخر، وطبعا بتطلب منه انه يصبر عليها شوية. وبعدها بتفتكر ان بنتها عاوزة جزمة بدل بتاعتها اللي ضيقت عليها وديون أبوها اللي ما بتخلصش، ده غير مصاريف علاجه. وهنا بقى بتشوفها بتفكر في عرض رودكاي ليها وإنه هينقذها من كل مشاكلها دي، وفعلا بتروح على القصر. وفي الوقت ده بيكون طوبارك بيراقبه وبيشوف ياسمين وهي داخلة عنده، وبتدخل ياسمين وبتعرف رودكاي إنها موافقة تشتغل معاه وهتوصله العقد في مقابل 100,000 ليرة. وطبعا رودكاي بيوافق من غير فصال، وبتطلب منه كمان ما يأذيش زينب وفيدان مرة تانية وبرضه بيوافق، وبيديلها العقد وبيعرفها انها تحطه وسط مجوهراتها عادي ومحدش هياخد باله منه. وبتخرج من عنده وبتسيب رسالة لفيدان وبتقولها فيها ان بنتها تعبت وعشان كده اتأخرت عليها، وبتوعدها انها مش هتسيبها. ولما بتخرج من القصر بتتفاجئ بطوبارك واقف قصاد القصر وبيسألها عن السبب اللي خلاها تعرف رودكاي، وقبل ما ياسمين تجاوبه بيتصل عليه سميح وبيعرفوا انهم لقوا جثة خليل، وده بيخليه يسيبها ويجري على المشرحة. اما ياسمين فوهي مروحة على البيت بتعدي على الديانة وبتسد كل ديون والدها، وكمان بتجيب أكل وطلبات كتير وبترجع على البيت. وطبعا والدها بيستغرب اللي هي جايباه ده كله، لكنها بتعرفه إنها لقت شغل كويس وإنها هتسافر يومين مع المدير وترجع على طول، وبتطلب من سنان يفضل مع والدها والبنت لحد ما ترجع. وفي الوقت ده الضابط طوبارك بيتعرف على جثة خليل في المشرحة، ولما بيخرج بيكون منهار بسبب وفاة ابن عمه، وبيكون شاكك في ياسمين ورودكاي اللي لحد دلوقتي بيكون مش عارف ايه علاقتهم ببعض. وبعدها الضابط بيرجع لوالدته وبيعرفها ان خليل مات. وفي الوقت ده نشرات الاخبار كلها بتذيع الواقعة، وطبعا فيدان وياسمين بيشوف الخبر في التلفزيون وبنشوفهم قد ايه بيتوتروا مش بيكونوا على بعضهم. وطبعا رودكاي بيكون متأكد ان ياسمين وفيدان ليهم يد في موته. وتاني يوم الصبح ياسمين بتودع اهلها وبتمشي على المطار، وفي الوقت ده طوبارك بيكون مراقبها وبيروح وراها وبيلحقها قبل ما تركب الطيارة وبينادي عليها. وهنا ياسمين بتعرفه إنها عندها طيارة وهتتأخر عليها، لكن طوبراك بيعرفها إنها مقبوض عليها وبيطلب منها يفتش شنطتها. وطبعا ياسمين بترفض وخايفة إنه يشوف العقد، بس اللي هي ما تعرفوش أصلا إن هو بيدور على عقد ومتأكد إن هو في شنطتها، وبيسحب منها شنطتها بالعافية وبيدور جواها. وهنا بيتصدم من العقد مش معاها، وياسمين كمان بتتصدم لما بتشوف العقد مش في شنطتها وبتفتكر للحظة إنها راحت في مصيبة. وبنرجع بالزمن لليوم اللي قبل سفر ياسمين وبنشوف بنتها بتاخد العقد وهي بتفتش في شنطة أمها وبتلعب بيها وبتنسى ترجعها، وطبعا أنقذت أمها من السجن. وهنا بقى ياسمين بنشوفها متوترة وقلقانة وخايفة يكون العقد اتسرق ومش عارفة تعمل ايه مع الضابط، وبتفضل تلم في هدومها من على الأرض وهي بتعيط، لكن طوبراك بيعتذر لها وبيوعدها انه هيعوضها عن التذكرة اللي فاتتها. وفي الوقت ده بنشوف سنان بيدخل على بنتها وبيشوفها بتلعب بالعقد وبياخدوا منها وبيوريه لتوفيق، وبيكونوا قلقانين جدا على ياسمين انها تكون بتعمل حاجة غلط من وراهم. اما ياسمين فبتكون ميتة من الرعب وهي مش عارفة العقد واقع منها فين،
وبتجري بسرعة عشان تدور عليه. وبعدها بنروح للقصر وبنشوف رودكاي بيكون جايب الجرايد وبيتعمد انه يوري لمراته خبر موت خليل وصورته كمان، وكأنه بيحاول يشوف رد فعلها على الخبر. اما نريمان فلما مصطفى بيوصل بتديله خاتم ألماظ كبداية تعاقد ما بينهم، وبتطلب منه يغوي مرات ابنها ويوقعها في حبه. وهنا بقى رودكاي بيوري صورة خليل اللي في الجريدة لزينب بنته وبيسألها إذا كانوا يعرفوا الشخص ده ولا لأ، وبنشوف البنت بتتلخبط وبيبان عليها الخوف وبتفتكر الوقت اللي خليل خطفهم فيه. ولحسن حظها قبل ما تنطق بتيجي فيدان وبتاخدها عشان تحميها. أما بولانت فبيجي وبيعرف رودكاي إن ياسمين مركبتش الطيارة، وفي الوقت ده بترجع ياسمين على البيت وهي قلقانة وخايفة يكون العقد ضاع. وبمجرد ما بتدخل البيت والدها بينادي عليها وبيعرفها اللي بتدور عليه معاه، وطبعا بيكون متأكد إن العقد ده مسروق. وياسمين بتقوله إنها هتفهمه كل حاجة بس لما ترجع من مشوارها، وبتاخد العقد وبتمشي. وبعد كده بنروح للقصر وبنشوف مصطفى بينتهز فرصة خروج رودكاي من البيت وبيدخل لفيدان وبيفضل يحكي معاها في المطبخ، لكنها بتخرج وبتسيبه. وهنا بقى نريمان بتطلب منه يشوف الكهرباء، وطبعا عشان يقرب من فيدان. والمصيبة بقى إن رودكاي بيكون مراقب كل اللي بيحصل عن طريق الكاميرات اللي بيكون مركبها في البيت، وبيطلب من بولانتي يرجعوا تاني للبيت. وفعلا بيوصل رودكاي للقصر وبيضرب مصطفى، وبعدها بيروح على فيدان وبيقول لها انها خانت الامانه وخانته وبيفضل يضرب فيها. وطبعا نريمان بتكون مبسوطه بنجاح الفخ اللي نصبته لها. وفي اللحظه دي بتوصل ياسمين وبتشوفه وهو بيضرب صاحبتها وبتتخانق معاه، وبتعرف فيدان انها مش هتسيبها وانها تحميها منه وكمان هتسجنه بالعقد اللي معاها. وهنا بقى بنشوف بولانت ورودكاي بيفتشوا شنطه ياسمين وبياخدوا العقد منها غصب عنها وبيطردوها بره البيت. وبتمشي ياسمين وهي قلبها بيتقطع على فيدان وزينب اللي عايشين مع وحش زي ده، لكن اللي ياسمين ما تعرفوش ان صاحبتها اتعودت على الظلم والقهر ومبقاش الموضوع يأثر فيها جسديا. وبعدها بنروح على اسم الشرطة وبنشوف مدير الأمن بيعنف توبارك لأنه بقى يخرج كتير برا الاسم وسايب شغله ومش مركز غير في مراقبة توكار، وبيطلب منه يخرجش برا تاني ويخليه في شغله وبس. وبعدها توبارك بيخرج من عند المدير وبنشوف سميح بيعرفوا ان تقرير الطب الشرعي بتاع خليل وصل، وان الخشبة اللي اتضرب بيها كان فيها مسامير وان ده سبب الوفاة. وبيعرفوا انهم مستنيين تحليل الحمض النووي من المعمل عشان يقدروا يعرفوا مين اللي كان راكب مع خليل في العربية. وطبعا توبراك بيكون شاكك ان ياسمين ليها علاقة بالموضوع، وعشان كده بيروح لها عند بيتها وبيستناها وهي راجعة وبيطلب منها يحكي معاها شوية. وطبعا ياسمين بتكون متضايقة لانه بيراقبها. وهنا بقى بيسألها عن ركتاي وعن سبب معرفتها بيه، وبيعرفها انه راجل مش كويس وبيتاجر في الآثار، ومعرفتها بيه ممكن توديها في مصيبة. لكن ياسمين تعرفوا إنها صاحبة مراته وملهاش أي علاقة بيه ولا بشغله. وتوبارك ما بيصدقهاش وبيعرفها إنها بتكدب عليه وبيطمنها إنه جنبها ولو حبت تعترف بالحقيقة هو هيحميها من أي حد. لكن ياسمين بتسيبه وبتمشي. وبعدها بنروح للقصر وبنشوف ركتاي بيدخل لنريمان وبيعرفها إنه عارف اللي هي عملته كله مع اللي اسمه مصطفى ده عشان تبوظ علاقته بمراته، وبيديلها الخاتم اللي كانت مدياه لمصطفى وبيطلب منها ما تحاولش تأذي فيدان تاني لأنها مراته وهيحميها من أي حد يقرب منها زي ما حماها زمان من أبوه. وهنا بقى نريمان بتستفزه وبتقوله إذا كان ناوي يخلص منها زي ما خلص على أبوه قبل كده. لكن ركتاي ما بيردش عليها وبيخرج وبيروح عند شجرة قديمة وبيفضل يحكي معاها. وهنا بقى زهرة بتشوفه وبتقول إنه بيحكي مع ضميره اللي لسه بيأنبه، وشكلها كده بتكون عارفة حاجة عن ماضيهم الغامض. ولما بيجي الليل بنشوف ركتاي بيروح لفيدان أوضة بنتها وبيطلب منها ترجع أوضتهم، والمرة دي بقى مش هيخليها تنام على الأرض. وبنشوف فيدان بتكون خايفة منه ومن نظراته وخصوصا إنه دايما هادي وكأنه حمل وديع. أما بولانت في الوقت ده فبيقابل مدير الأمن وبيديله شنطة فلوس، وده طبعا عشان يداري على مصايبهم. وفي آخر الليل بنشوف ياسمين بتتسحب من بيتها وبتروح لبيت ركتاي وبتقدر تدخل من بوابة القصر، لكن لسوء حظها صوت الكلب بتاعهم بيصحي البيت كله، وركتاي بيمسكها وبيعرفها انها غلطانه لما بتتسحب وبتدخل بيوت الناس بالطريقه دي. وهنا بقى ياسمين بتعرفه انها بتحاول تحمي صاحبتها منه لانها عارفه انه في النهايه هيخلص عليها. لكن ركتاي بيخرج عن صمته وبيقول لها انه مش قاتل زيهم، وبيعرفهم انه عارف اللي عملوه في خليل المسكين وان ده السبب اللي مخلي ياسمين تصبر عليه كل ده وما تبلغش عنه الشرطه، وعشان كده بقى عاوزها تعمل له مهمه تانية غير مهمه العقد. وبعدها بتروح ياسمين على البيت وبتكون منهارة ومش عارفة تعمل ايه، ولما بتفتح الباب بتتفاجئ بان سنان صاحي وبيسألها عن السبب اللي بيخليها تخرج وترجع في وقت متأخر زي ده.
وبيطلب منها تحكيله ما تخبيش عنه أي حاجة علشان ما تقعش في مصيبة زي اللي حصل قبل كده. وهنا بقى بنرجع بالزمن وبيفكرها بإنها سرقت فلوس والدها وسابت له البيت عشان تتجوز من واحد كان بيضحك عليها بدون علم أبوها. وفي الوقت ده بنشوف ست غريبة وابنها بيفتحوا الشقة اللي قصاد شقة توفيق وبيقعدوا فيها وبيستغلوا إن أصحابها عايشين في ألمانيا ومحدش هيحس بيهم. أما سنان وتوفيق فبيكونوا قلقانين على ياسمين بسبب تصرفاتها الغريبة وبيكونوا خايفين توقع نفسها في مشاكل. وهنا بقى بتيجي برنجن وبتقترح عليهم يكلموا إيتاي جارتهم القديمة، ودي بقى اللي بتعرف عن ياسمين كل حاجة. وفعلا بيستنوا الفرصة المناسبة وياسمين بتكون خارجة وسنان بيتصل على إيتاي وبيطلب منها يتقابلوا. وفي الوقت ده ياسمين بتكون خارجة وفجأة الولد اللي بيكون ساكن في الشقة اللي قصادهم اللي بيكون اسمه مارت بيخبط على الباب. ومجرد ما ياسمين بتفتح بتشوف الولد بيجري على رنجن وبيحضنها. وهنا بقى والدته بتتدخل وبتاخده وبعدها بتعرفه ان اللي عمله ده غلط وانها عارفة انه بيحب رنجن لكن عاوزاه يصبر شوية. لكن لحد دلوقتي محدش يعرف مين دول. وتعالوا بعدها نروح على القصر وبنشوف ركتاي بيكون جايب لبنته تورته عشان عيد ميلادها وبيغني لها بنفسه سنة حلوة يا جميل وتشوفه تقول احسن اب في الدنيا. وبيطلب منها تتمنى امنية قبل ما تطفي الشمع وبيعرفها ان بعدها لازم تجهز نفسها لان الاحتفال لسه مخلصش وانه الليلة هيعمل لها حفلة كبيرة جدا وهيعزم فيها كل اصحابها الاطفال. وهنا بقى بنشوف فيدان بتنفجر من الضحك بطريقة هستيرية لانهم ملهمش علاقة بحد ولا حد بيزورهم ولا بنتهم عندها اصحاب. وفي الوقت ده بنروح للقسم وبنشوف طبوراج بينادي على سميح وبيعرفوا انهم لازم يدخلوا القصر ركتاي من غير ما المدير يعرف ويحاولوا يعرفوا ايه اللي مخبيه عن الناس. وبيقولوا ان ربط كل الاحداث ببعض ومتاكد ان ياسمين وفيدان ليهم علاقه بموت خليل. ومش بس الضابط اللي بيكون شاكك في ياسمين، ده سنان كمان وتوفيق بيكونوا شاكين فيها. وبنشوف سنان بيراقبها لكنها للاسف بتكشفه وبتطلب منه يمشي ويسيبها. وبعدها بتروح للراجل بتاع روكتاي بتاخد منه الطرد اللي هتوصله للقصر. وفي الوقت ده في القصر بتكون حفلة عيد ميلاد زينب وطبعا فيدان مستغربة من الحب اللي نزل على روكتاي لبنته. ومش بس كده، ده بيكون عازم أطفال كتيرة لكن الغريبة إن أبهات وأمهات العيال دي بيكونوا قاعدين معاه ومستنين الطرد اللي هيجي من ياسمين. وأخيرا بتوصل ياسمين وبتسلمه العلبة اللي جايبها له وبيفتحها روكتاي وبيكون فيها بروش أثري وبيفرجها لضيوفه اللي بيكونوا مبهورين بيها وبيبدأ المزاد عشان يبيعه بأعلى سعر. أما ياسمين فبتنزل لفيدان وبتقول لها تهرب معاها وبيستغل فرصة انشغال جوزها وبتعرفها إنه عمل الحفلة دي كلها الغرض في دماغه مش عشان البنت ولا حاجة. وفي اللحظة دي بيوصل البوليس وبيدخل طبوراك وبيكون معاه إذن بالتفتيش وطبعا بيتصدم لما بيشوف ياسمين اللي بقى يلاقيها قدامه في كل مصيبة وبيأمر بتفتيش البيت. وطبعا روكتاي بيتصل على مدير الأمن عشان يشوف ايه اللي بيحصل ده. أما زهرة فبتجمع كل قطع الذهب الأثرية وبتخبيها جوه دباديب زينب. وفي الوقت ده مدير الأمن بيتصل على طبراك وبيطلب منه يسيب بيت روكتاي ويمشي فورا. وطبعا طبراك كان لازم ينفذ الأوامر وبيمشي. وهنا بقى ياسمين هي كمان بتاخد فيدان عشان يهربوا لكن الصدمة بقى إن المعمل الجنائي بيبعت تحاليل الحمض النووي والظابط طبراك بيعرف إن بصمات اللي كانت على هدوم خليل هي بصمات ياسمين وبيرجع لها تاني وبيقبض عليها بتهمة القتل العمد.